يعني انا بشوف ان كل واحد شايل شيلته، كل واحد مسؤول عن تعليمه، مسؤول عن تجربته. ما بفكرش ان ما كلهم ماشيين كده يبقى انا لازم امشي معاهم، لا. انا مسؤول عن اللغه بتاعتي. الانجليزي دلوقتي بقى اهم من البكالوريوس او الليسانس اللي طبعا معاك. بيجي لنا ناس كفء جدا 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 بس الانجليزي مش نافع، مش هيقدر فبالتالي يابديت نفسه. مش يعني مش عارف يتعلم زيادة، مش عارف يتعامل مع عملاء أكبر، فمش عارف يرتقي في السلم الوظيفي أو يروح شركات أكبر. فده الإنجليزي أنا بشوفه يعني أهم من البكالوريوس، بيفتح أبواب ممكن البكالوريوس نفسه ما يفتحهاش. بعد الإنجليزي إن الواحد بقى يبقى عنده مهارات التعلم نفسها، اللي هي learn how to learn، إن أنا أتعلم إزاي أتعلم، ازاي ابقى دايما اب تو ديت بالاحداث اللي بتحصل حواليا وكل التحديثات اللي في المجال بتاعي، ابقى مطلع. يعني الاطلاع العام ده احنا دلوقتي ما بقيناش بنتكلم ان والواحد بيبقى عنده اللي بنسميها الاي شيب اكسبيرينس، احنا بتبقى اسمها تي شيب، اي وتي. ان الاي بيبقى حاجه كده عموديه، هو متخصص في قطاع واحد بس. ده كان زمان اللي هم السبيشاليستس او المتخصصين. دلوقتي بقينا بنتكلم في التي شيب، اللي هي انا متخصص في قطاع بشكل رأسي، ولكن بشكل افقي انا عارف في اكتر من قطاع تاني حوالين نفس المجال بتاعي ده. بالظبط، يعني عارف حاجه عن كل حاجه وحاجات عن حاجه، يعني زي بالظبط. ما بيقولوا. الكروس فانكشنال او مم. الجنراليست العموميون دول بيبقى فرصه اكتر في الشغل. وعي وادراكه لو هو هيشتغل حتى نفس الشغلانه اللي بيشتغلها الاي شيبد اكسبيرينس، بس الاوتكم اللي بيطلع منه او الانتاجيه بتاعته بتبقى اعلى. وثقته في نفسه في التعامل مع الناس والتعامل مع اي تاسك هتجيله هتبقى اكبر. تثبيت اقدامه دلوقتي مم. في اللي اوفس او تسريح العماله اللي بالظبط. بتحصل. فانا دلوقتي لما يبقى قدامي شخص ممكن يعمل 3 مهام، او شخص بيعرف يعمل مهمه واحده بس، طب ما انا ممكن اخلي الشخص اللي اقدر اعتمد عليه في اكتر من حاجه. فلا يعني كل واحد مسؤول عن تعليمه. ودلوقتي بقى اسهل من زمان، انت اي حاجه بالظبط. متاحه اونلاين. مهما كان التخصص اللي انت عايزه، مش لازم هتوصل للحاجه اللي لازم يدفع فيها فلوس من اول يوم. لا، الاساسيات متاحه كتير جدا جدا اونلاين. عايز بقى تتخصص وتاخد حاجه يعني ما فيش زيها، ممكن تبقى دي اللي بفلوس شويه، تدور بقى على منحه بتاع. وانت اللي هتكون رايك بناء على الحاجات اللي فيه، يعني مش المفترض ان انت مش تبتدي هدفع بيها في يعني. حاجات كتيره بالظبط. يعني المواقع كتيره جدا جدا في مصر دلوقتي باللغه العربيه. يعني كان زمان حتى الانجليزي بقى كانت عائق، دلوقتي لا. انا شخصيا ليا دلوقتي 26 كورس متسجلين اونلاين بالعربي على مواضيع مختلفه، وفخور جدا بحاجه زي دي. الى جانب الفلوس اللي بتجيلي منها، انا ببقى بتابع الداشبورد بتاعي او العداد بتاعي، مين اللي عدد بيشوف الساعات. كل ما اشوف عداد الساعات عمال يزيد يعني. بسأل ربنا دايما يا رب تبقى في ميزان حسناتي والناس تبقى مسؤوليه وفي نفس استفادت. الوقت حاجات. يعني انا التدريب ده بالنسبه لي، يعني لو الناس بقى تقول فولو يور باشن والشغف وبتاع، فممكن تقول ان ده شغف بقى، بغض النظر عن الكلمه دي كلمه مستهلكه نفسها. يعني. بس انا بالنسبه لي لا، التدريب ده حاجه يعني. انا بحب اقف وادرب الناس او افيد حد. فالمواقع كتيره دلوقتي، اليوتيوب مفتوح، مواقع بتعمل خصومات وعروض كتير. فما فيش حد ليه حجه دلوقتي انه ما يتعلمش.